البنات، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو كامل بخير وعلى خير. السلام، صباح الخير، صباح السعاده، صباح الفرح والسرور البنات. كيفاش حوالكم؟ راكم بخير؟ الحمد لله يا ربي، انا والله في نعمه والحمد لله. الحمد لله. اليوم البنات شوفوا كيفاش راني طليت عليكم بحاجه خفيفه هكا، وجبت لكم مطلوع يا البنات، الله الله عليها، مطلوع السميد. كيف احوالكم؟ راكم بخير؟ الحمد لله يا ربي. ناس زمان بكري قالوا، ناس بكري قالوا الدنيا ديار، وكل دار فيها اسرار، قلب فرحان وقلب مضرار، واحد خدام وواحد محتار، واحد بايت على حرير وواحد بايت على نار. يا رب افتح على كل واحد ابواب الخير، وكل واحد راه مضران، ان شاء الله ربي يفرج عليه ويفتح عليه ويعطيه واش راه نتمنيه في هذه الدنيا ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا البنات في الفيديو هذا، راني فتحت الدقه طليت عليكم بشويه شميسه. شوفوا البنات، هذا يعطر معطر هايل هايل البنات، فيه واحد الريحه يعني تهبل تهبل. اليوم جبت لكم وصفة المطلوع. شوفوا البنات، مطلوع السميد، هذه مطلوع السميد، الله الله عليها، ان شاء الله تنال اعجابكم. شوفوا البنات، هي مازالت سخونه، البخار يخرج منها، بصح متقبه وخفيفه، ما تحسيهاش كامل بلي تاع سميد. شوفوا البنات، شوفوا كيفاش دايره، شوفوا تحمر لك الوجه وتزهي لك الطابله. شوفوا البنات كيفاش دايره، مطلوع السميد. شوفي تجيك منفخه وتجيك هايله، تجيك هايله. شوف ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه اللي جبناها. نقول لكم البنات اتفضلوا معايا، مرحبا بكم ومرحبا بكل واحد مشترك دخلني جديد. نقول لكم مرحبا بكم في القناه ندوش الحلويات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. نقول لكم اتفضلوا معايا، نحضروا الوصفات الساهلين البسيطين الخفاف اللي تتعلم منهم اي وحده مبتدئه تقدر تخدمهم باذن الله تعالى مع ندوش. نبدأ بسم الله على بركة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه ألف الصلاة والسلام. وش عندي لهنا؟ عندي باسينة، جيبي باسينتك، جيبي القصعة تاعك، وش عندك جيبي. عندي زوج كيسان سميد. شوفوا البنات، السميد الرقيق العادي اللي نخبزو به عادي. شوف سميد رقيق عادي. شوفوا عندي زوج كيسان سميد، نديرهم هكا في باسينه. واش عندك؟ نضيف لهم كيس فرينه، زوج كيسان سميد مقابل كاس فرينه. نصفي السميد تاعي، نزيد نصفي الكاس تاعي تاع الفرينه. البنات هذه الكميه زوج كيسان هادو بالكاس هذا البنات تقطع لكم زوج خبزات كبار وزوج خبزات صغار. عندي الملح وعندي خميره الخبز، هذا ما نديرو فيها، ما نديرو فيها حليب، ما نديرو فيها حتى اضافات حتى حاجه، وتجينا حمراء وتجينا تهبل. شوفوا عندي مغرفه خميره الخبز، عندي نص مغرفه ملح ندير في الجنب، الملح نديروه في الجنب وحده ونحركوه، والخميره هاي في الجنب وحدها، ما ديريش الخميره عليها الملح، هكذا يتخلطوا هكذا احسن، كل وحده تتخلط وحدها. ومن بعد نطموهم بالماء عادي. عندي ملح، خميره، ماء، سميد، هذا ما عندي، هذو المكونات تاوعي وتجينا مطلوع حايله. لاحظوا البنات، ما درنا لا السكر لا حتى حاجه باش تعطينا داك الاحمرار، ما درنا حتى حاجه وتجيكم هايله. وشفتوا معايا في البدايه الخبزات تاوعي كيفاش كانوا، شفتوا معنا في البدايه. لاحظوا معايا لهنا البنات باش تعرفوا كل خطوات وديريها، وان شاء الله اليوم تفطري بها وتجيك هايله. ان شاء الله راكم تسيوا الوصفات وراهم يعجبوكم هذو الوصفات. نخلط العجين تاعي تدي لي. شوفوا البنات، عندي نص مغرفه خل، نص مغرفه خل. شوفوا الخل هذا يعطيها خفه ويخليها تتنفخ وتجينا خفيفه. الخل هو اللي يخلي لك المطلوع تاعك تجيك خفيفه وتجيك مليحه. البنات نحي من الباسينه تاعي، نحي المطلوع من الباسينه تاعي ونخدمها مليح. شوف انا دات لي الماء كاس ونص،
وانت على حسب السميد تاعك، النوعيه تاع السميد اسكو تشرب ولا ما تشربش. انت حتى تشوفي القوام معايا دوك ديري ضيفي ندلكوها، رانا ندلكو فيها مليح ونضيفوا الماء بالتدريج. شوفي تدخلي لها الماء بالتدريج باش تعطيك الطوح هذاك. شوف السميد ماشي كيما الفارينه، الفارينه ما تحتاجش انك تدلكيها وما تحتاجش انك خلطيها وخليها تخمر تعطيك نتيجه هايله. بصح السميد لا، السميد لازم تخدميه، الا ما خدمتيهش ما يجيكش الحاجه مليحه، معارك ولا مسمن ولا مطلوع ولا هذا ما يجيكش مليح كل ما تخدميهمش. وساهلين خدمه ماهيش متعبه يعني. اللي عندها بيتخات ديروا في العجان تاعها وتخليها تدور، تربح شويه وقت. صح العجين نحب نخدمه كامل بيدي. واللي حبت تعجن في البيت تعجن في البيت نورمال، دير العجين تاعها سميد الماء كيما درنا هكذا وتخليها تتعجن الدور نورمال وتجيها ثاني مليحه. واللي حبت تعجن كيما ندوش هكذا شوفي هكا، وندخل الماء بالتدريج هكا تشوفي فيا ندخل في الماء بالتدريج. شوفوا النتيجه تاعها. ندلكها ونخليها تريح حوالي 10 دقائق ولا، ونزيد نرجع ليها نزيد ندلكها مليح. شوفوا النتيجه تعطيها لي، شوفي حتى تعطيك الطوح هذا وانت تدلكي فيها. كي تخليها ترتاح وتجي تضربيها ضربه ولا زوج تصيبيها هكا كنت تشوفوا كيفاش منفخه. كنت تشوفوا معناتها العجينه تاعي خلاص بدات حقها تاع الماء، وهي طريه هي تتلاصق هي مليحه، بدات حقها تاع الماء ودات حقها تاع العجين. وكي تقعدي تدلكي فيها مثلا دلكيها 5 دقائق وخليها تريح 5 دقائق، دلكي 5 دقائق وخليها تريح 5 دقائق باش تعطيك نتيجه هايله. كي تروحي تدلكيها المره الثانيه تصيبيها عطات لك الطوع. نجيب لهنا نغطيها خلاص وكملناها حوالي 10 دقائق ربع ساعه ولا، ونجي ليها. جبت الطرشونه تاعي لهنا، جبت السميد اللي عجنت به عادي البنات اللي عجنت به، فرشته فوق الطرشونه تاعي هكذا عادي نخبز فيها. ندير شويه كميه صغيره يدي فيها الزيت باش ما تلصقلكش، هذا ما كاين. ندير كميه صغيره فيها الزيت. شوف شوفوا هكذا ونقطعها هكذا. شوفوا الكريات تاعي نقطعها ونخليها. شوفوا نكبلها ونكبلها. قلت لكم البنات تعطيكم زوج كبار وزوج صغار، زوج كبار ماشي كبار 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 بصح تعطيكم مليحه. شوفوا العجينه طاحت وقلت لي وين ما تعجنينيش بها. تعطيكم زوج كبار وزوج صغار. هاكم تشوفوا البنات كيفاش راني نكور فيها عادي، تتكور عادي عادي عادي. العجينه عادي درتها كريات هكا، عطاتني زوج كريات كوع زوج كبار وزوج صغار. شوفوا نخليها لازم نخليها دوكا ترتاح. شوفوا هاكذا نرمدها في السميد ونخليها كم تشوفوا فيا نرمدها في السميد ونخليها ترتاح حوالي 5 دقائق. السميد ما عندوش حاجه ما يرتاحش بزاف ماشي كيما الفارينه. السميد خليه حوالي 5 دقائق ولا، ونجي نخبز خبيزات تاوعي. اللي تحب تخبز بالحلال تخبز، اللي تحب تخبز بيدها باليد نورمال تخبز. شوفوا هاي اذا راكم تلاحظوا البنات في الخبزه اللي خبزتها فيها الفقاعات هذوك، لاحظوا في الخبزه مليح اللي خبزتها راه فيها الفقاعات. شوفوا ميم هذه خزروا البنات هاكم تشوفوا نتيجتها هايله البنات. خدمتها قدامكم تبعي الخطوات وتجيك كسره هايله. احنا كامل نحبوا الشكشوكه مثلا بالكسره، نحبوا اي حاجه نحبوها بالكسره، بالكسره احسن. عفوا. نكمل الخبيزات تاوعي كامل هكا ونغطيهم ونخليهم يخمروا ونجي نطيبهم مع بعض. انا هامره الخبيزات تاوعي ما عندي 4 زوج كبار وواحده صغيره او زوج صغار، نخليهم يخمروا ونجي نطيبهم. شوفوا البنات دوك كان نحيتهم هاي خمرت وخضروا البنات. هاي طلعت السميد ما يخمرش بزاف، السميد ما يخمرش بزاف. شوف
انا حبيت نطيب فيه هذه المقله، ما درتش الطاجين تاع الحديد، درت فيه هذه باش تجيني مليحه. شوفوا البنات كي نحب نديرها ساندويش هكذا ولا للدراري نفتحها غير في الوسط، نقسمها هكا في الوسط ونعمرها لهم فريت شلاضه شويه سكالوب هكا، تجيك هايله تجيك هايله. شوفوا البنات حبيت نطيبها في هذا الطاجين يعني تجي هايله. اللي عند هذا الطاجين نقولها من الاحسن طيبي فيه هذه المقله هذه، والمقله هذه ثقيله ثقيله البنات، ثقيله هذه، طيبها لك مليح. شوف اللي عندها طابونه دير في الطابونه نورمال وتنقص لها. انا ما عنديش طابونه درت في كويزينيير هكاك عادي. اللي حبت دير فوق الطابونه دير فوق الطابونه. البنات هذه الخبيزه شوفوا البنات اللي حبت تحوشي الكسره تاعها، شوفي كيفاش تحوشيها، ديريها في الجنب هكا وحوشيها تتحوشيها لك عادي. شوفي هاي وين زدت ضفت الخبيزه الثانيه. شوف هاني قلبتها. شوفوا البنات كيفاش راه منفخه كي البنبوله. شوفوا كما تشوفوا ان شاء الله تكون واضحه. الخبيزه تاعك كي تعودي طيبي فيها حركيها احسن، حركيها شويه شويه باش تعطي لك الاحمرار في كل بلاصه. كي طيبناهم وكملناهم هاهم وراهم واجدين، هاهم الزوج الكبار تاوعنا هاهم وراهم، والزوج صغار هامليك وراهم. شفتوا البنات ما درنا سكر ما درنا حتى حاجه، وجات حمراء وجات الله الله عليها حميمره الله الله. شوفوا شوفوا هاي سخونه وهي هايله هاي هايله. شوفوا هذه هي المطلوع تاعنا، وان شاء الله تنال اعجابكم. واللي عجبتها نقول حبيبتي نوضي سيي الوصفه صيها وعلى ضمانه ام ندوش. حطي التليفون قدامك وشعلي الفيديو وقعدي تفرجي فيها وشوفي المقادير اللي درناهم، بسيطه سهله جدا جدا والله الله. شوفوا البنات كيفاش مثقبه كي البغرير. شوفوا البنات هذه فتحتها قدامكم، ها الخبيزات تاعنا اللي طيبناهم فتحتهم معكم، وان شاء الله تنال اعجابكم وتسيوا الوصفه. واللي عجبتها الوصفه وعجبتها القناه تاع ام ندوش نقول لها اشتركي في القناه وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد من ام ندوش، وديري لنا لايك احبيبتي، لايك للفيديو، ابوني للقناه، وجزاكم الله الف خير، ونتلاقاو في وصفات قادمه ان شاء الله. مع السلامة وإلى الملتقى. ونخليكم مع الكسرة تاعي الله الله عليها تحمر الوجه. مع السلامة وإلى الملتقى إن شاء الله.